سؤال للكتاب، انتوا بتهتموا برأي مين اكتر، القارئ ولا الناقد؟ اختاروا حد واحد بس، مش تقولوا الاتنين، لا، القارئ ولا الناقد. وامتى القارئ ممكن يتحول لناقد؟ زمان قوي قبل السوشيال ميديا كان الملجأ الوحيد للكاتب عشان عمله يتشاف وينجح والناس تتكلم عنه في الوسط الثقافي هو العمود بتاع الناقد اللي بيكتب فيه رأيه عن الكتاب والروايات والحاجات دي. طيب، فكان حاجة يا هتعليك يا هتوطيك، لأن ما كانش فيه منبر للقراء. يعني إن الكاتب، فرصة إن الكاتب يقابل قارئ دي فرصة ضعيفة جدا، ما بتحصلش غير في الندوات الثقافية اللي غالبا ماكسيمم اللي بيحضرها 10 مثلا، لكن ما كانش بيبقى فيه لقاء حقيقي في معارض الكتب وفي طبعا في المعارض بتحصل بس مش كتير، ما كانش فيه الزخم اللي موجود دلوقتي، فاهميني طبعا. لكن لما جت السوشيال ميديا وبقى فيه جود ريدز والناس بتشارك الاقتباسات في تويتر وفيسبوك وانستجرام وكل الكلام ده، بدأ يظهر ان دور القارئ لا، لو اتكلم عن الكتاب، اول حاجة اتكلم عن الكتاب، لانه يعني في كتب بتطلع وتظهر وروايات بتطلع وتظهر ومحدش اتكلم عنها خالص. طيب عدد اللي اتكلموا عنها، طب اللي اتكلموا عنها حلو ولا وحش؟ ده كمان مهم. فبدأ القارئ هو المحرك الأساسي للذائقة والرأي العام للمنتج الثقافي ده. القارئ بقى هو اللي بيشكل الذائقة بتاعة السوق. طبعا انتوا شايفين السوق دلوقتي عامل ازاي، بس ما علينا، يعني احنا بنتكلم عن أهمية مين، القارئ أو الناقد. سيبونا من المواضيع التانية نتكلم عنها بعدين. في كتاب كهف القارئ للأستاذ كيلان محمد بيقول إن الناقد فقد البريق بتاعه لأن هو ما طورش من أدواته ولا الخطاب الثقافي بتاعه. وده تلاحظوه حتى في السوشيال ميديا، النقاد اللي موجودين في تويتر مثلا، الخطاب بتاعهم متعالي جدا على الكاتب وعلى القارئ وعلى، يعني ما اعرفش، هو متوقعين مثلا الكاتب هيكتب للفضائيين، ما هو بيكتب للقراء، هم حاطين القارئ ده اللي هو خلص ديستويفسكي، قراءة ديستويفسكي وقرأ تولستوي لا، يعني في قراء بيقروا حاجات تانية وعايزين حاجات تانية، ومش كل الكتاب لازم يكتبوا في مواضيع معينة عشان ينولوا الرضا من الناقد، لكن الناقد عنده مواصفات الكاتب وعنده مواصفات القارئ. يعني حتى القراء بقوا يصنفوهم، يعني بقى بعد كده الدخول للقراء بالبطايق مش عارفة، الموضوع بقى معقد بشكل يعني سخيف في بعض الأحيان. لكن عايزة أقول حاجة، وقبل السوشيال ميديا يحسب الله يرحمه أحمد خالد توفيق إن هو كان متمرد على النقاد، ما توقعش ان النقاد كانوا بيشكروا فيه يعني، وكان قبل السوشيال ميديا كان ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، فهو يعني يعتبر حالة نادرة ان هو كون ذائقة وكون جمهور قبل السوشيال ميديا ومن غير رأي النقاد. ودي حاجة جميلة، رغم ان انا على فكرة مش من القراء بتوعه، بحب اوقات بعض المقالات بختلف مع بعضها، لكن الروايات انا ما بحبش روايات احمد خالد توفيق خالص. لكن هو الراجل ده عرف يكون قاعدة جماهيرية قبل السوشيال ميديا وقبل الرأي العام وقبل الكلام ده كله. نيجي للشق التاني من السؤال اللي سألته بداية الفيديو، هو امتى القارئ يتحول لناقد؟ وده مش بالمعنى الإيجابي، أنا بتكلم المعنى السلبي، اللي هو امتى القارئ ممكن ما ناخدش برأيه زي الناقد. إن في اعتقادي دلوقتي إن الكاتب ودور النشر بيهتموا بالقارئ أكتر من الناقد، لأن كلمة القارئ هي اللي بقت مؤثرة. يعني أي حد دلوقتي عايز يعرف عن كتاب أو رواية، أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي، أول حاجة بدخل على الجود ريدز أشوف الآراء، أوكي، بس مش كل الآراء بتاعت القراء باخد بيها. في بعض القراء لو قال حاجة حلوة بشك ان هو يعني بيبقى باين ان هو مثلا متحيز لكاتب، متحيز لتيار معين، تيار فكري معين، ايا كان، فباخد العكس. بروح السوشيال ميديا اشوف الاقتباسات دي هتفيد، انت هتعرف اسلوب الكاتب، الترجمة بتاعته عاملة زي لو الكتاب مترجم. في السوشيال ميديا والقراء هم اللي بقوا الواحد بياخد بيهم اكتر من الناقد. مين قارئ دلوقتي بيدخل يشوف والله الناقد الفلاني في الصحيفة الفلانية قال ايه عن الا لو هو قارئ اول حاجة متعمق قوي في القراءة وواثق في الناقد ده، والناقد ده مش بيتكلم من برج عاجي، وده نادر جدا. نادر تلاقي ان في يعني نقاد بيبقوا مثلا رأيهم
مش متحجر. يعني هقول لكم مثال مثلا خارج سياق القراءة بس يعني برضو مرتبط بيه. يعني فيلم الليمبي مثلا لما نزل من كذا سنة، من أكتر من 20 سنة، كل النقاد شرحوا في الفيلم. أعتقد الشخص الوحيد اللي شكر في الفيلم، وهتتصدموا لما أقول مين، هي الكاتبة صفيناز كاظم. انتم متخيلين؟ لأن هي مش ماشية وفق قطيع ثقافي معين، لا، هي بتشوف وبتحلل وبتقرر. لكن مشكلة النقاد حتى في كتاب كهف القارئ أشار للموضوع ده، اللي هي الأخوية أو الشلالية، اللي هو إحنا بنتبنى تيار فكري معين، لما بيجي كاتب يكتب فيه أو ينتمي للتيار ده، خلاص تعظيم سلام، الكتاب أكيد حلو. رغم إن أنت لو حضرت ندوة للكاتب ده أنت مش هتلاقي غير 2 قاعدين بس، هما بيكتبوا للنقاد. إحنا عارفين إن الكاتب ده هو توجهه للناقد، توجهه للنوير، اوكي، وهو مبسوط وواثق من نفسه، خلاص ربنا يوفقه، ما فيش مشاكل. بس هو مش ما يقولش ان هو بقى جماهير ويكتب لينا وما اعرفش ايه، لا. احنا كقراء عايزين كتاب يهتموا بينا احنا، وعايزين نقاد يكونوا مش في برج عاجي، يكونوا على ارض الواقع. وامتى ما اخدش برأي قارئ؟ ما اخدش برأي قارئ لما اعرف ان هو مسير فكريا من تيار فكري معين، من دار نشر معينة بس. يعني هو بس بيشكر في الدار دي والباقي كله طز، أو بيشكر في كاتب معين والباقي كله طز، أو خلاص يعني القراءة ما بقتش قضيته الأولى قد ما هو، يعني مش عارفة أقول إيه يعني. بس في قراء هتثق فيهم وفي قراء لا. ونصيحة مني، ما تخليش حد معين سواء ناقد أو قارئ أو مراجع زي كده تثق فيه تمام الثقة، لا. يعني ممكن أنا أقول حاجة ذائقتي عكس ذائقتك، فما تقول لا هايدي قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيها، جبت الكتاب على أساس كده. أو في ناس بتدعي عليا عشان شتمت في رواية معينة، أنا ما شتمتش فيها بس هي تستاهل الشتيمة صراحة بس. فده اللي بيحصل. يعني خلي قرارك أنت، لا ناقد ولا قارئ ولا كاتب ولا ده، لا، خلي أنت تفكيرك هو اللي يقودك.